بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من الطب في الدراما المصرية. اتكلمنا في 5 حلقات عن بعض السلبيات أو الانتقادات على الطب في كما يصوره الدراما المصرية النهاردة هيتكلم في حتة أحسن شوية، في نقطة إيجابية. مشهد عجبني جدا من مسلسل لحظات حرجة. هو مسلسل عموما بشكل كبير متعوب فيه من الناحية الطبية أكتر بكتير من الحاجات التانية، المسلسلات والأفلام اللي شفناها قبل كده أو اللي هنشوفها بعد كده. فهنشوف مشهد عن مرض اسمه الفافيزم أو أنيميا الفول. المشهد ده طبيا دقيق بنسبة كبيرة هنشوف مع بعض كده. ليه كده بقى؟ قولي لي، انت اكلتي ابنك فول النهارده؟ يا دكتوره كل فول النهارده. ودي فيها حاجه؟ هي في العادي ما فيهاش، بس في حالته هو فيها كتير. ليه يا دكتوره؟ هو حالته ايه؟ ابنك عنده حاله نادره او مرض نادر اسمه الفافيزم، واللي بيحصل انه لما بياكل فول ده بيكسر كرات الدم الحمراء واعراضها زيها زي الانيميا. يا خبر اسود، يعني ده خطر عليه يا دكتوره؟ هي مش أعراضها زي أنيميا، هي أنيميا بس اسمها أنيميا الفول أو الفافيزم. دي بسبب أكل الفول أو البقوليات بيبقى بتسبب تكسير في خلايا الدم الحمراء. طبعا هي ما بتحصلش طبعا بتبقى معروفة من سن أصغر من كده، وبتبقى بتبقى باينة. طبعا مش أكل الفول مرة واحدة هتعمل أنيميا حادة. هي دي القصة الوحيدة اللي الغلط في الموضوع، إنها بتيجي مع أكل الفول وطبعا حلها هو إيقاف تناول الفول. خطر طبعا. حاضر. طب يا دكتوره ما فيش اي علاج ليه؟ علاجها بسيط جدا، ما ياكلش ولا فول ولا بقوليات تاني. بس كده؟ زي ما قلنا ان هو طب يا دكتوره مش هياخد؟ زي ما قلنا المشهد بنسبة كبيرة دقيقة، أكثر من 70-80% يعتبر طبيا صحيح. فياريت نتعلم من هذا المشهد ومن هذا المسلسل. حلقة صغيرة جدا، ونلتقي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.